اهلا بيكم في ايفنت التمرين 3 ايفنت تعريف الاقسام مع نسكا اكاديمي. النهارده معانا من قسم مدني باشمهندس محمد شوقي. يا هلا. ازيك يا شوقي؟ كله زي الفل الحمد لله. كله زي الفل الحمد لله. عرفنا الاول عن نفسك، عرف الناس عن نفسك. اسمي محمد شوقي، معيد في هندسه القاهره، خريج 2021، معيد في هندسه القاهره قسم ري وهيدروليكا، وحاليا شغال بارت تايم في الكونكريت ديزاين وانستراكتور برضه في الاستراكشر دبلومه مع ريسك اكاديمي. حلو قوي. احكي لنا اكتر عن قصتك، بدات ازاي مع قسم المدني؟ انا كان بالنسبه لي في اعدادي في الاول انا كنت محتاج قسم، لما جيت فكرت على الاقسام بتاعتي في الاول كنت محتاج قسم على الاقل اعرف اعمل منه مصدر دخل غير مصدر دخل الشركه. ده طبعا التفكير بتاع ان انا طالب اعدادي لسه في الاول، فبدات اشوف كل الاقسام. اتصالات حاسس ان هو لا صعبه شويه، حاسبات صعبه شويه. طب ما كنتش مدرك الموضوع دوت يعني وانا صغير، بس لما كبرت عرفت ان هو لا انت ممكن تعمل مصدر دخل من اي قسم تاني. بس فانا دخلت مدني علشان يبقى ليا زي ما تقول بيزنس خاص يعني. طيب انت لما دخلت القسم في اولى مدني، هل انت كنت بتفكر فيه فعلا لقيته ولا لقيت وجهه نظرك اتغيرت؟ بالنسبه لي الدراسه فلا، الدراسه بتاعت مدني يعني لما سمعت في الاول قالوا لي ان دراسه مدني سهله تقدر تعمل حاجه جنب الكليه، وبصراحه لما دخلت مدني لقيت ده. بصراحه الدراسه الى حد ما سهله، اقدر اعمل حاجه جنب الكليه، الوقت مش مضغوط قوي في الوقت في المذاكره. طبعا لو انا عايز امتياز هبقى مضغوط، لو عايز جيد جدا هبقى مضغوط اقل شويه وهكذا. طيب طبيعه المواد كانت عامله ازاي في اولى مدني وثانيه مدني وانت طالع في السنين عامه في المدني؟ يعني هي اولى مدني عامله زي مثلا اعدادي هندسه، انا باخد كل حاجه ليها علاقه بالقسم في حاجات كتير جدا. تمام، ببدا اخش ثانيه مدني، ببدا اخش في الكور شويه بتاع القسم واحده واحده، ببدا اخد ستراكشر، ببدا اخد ماتيريال، ببدا اخد مساحه، بخش شويه في القسم، ببدا ابقى عارف هي المجالات المختلفه عامله ازاي. ثالثه مدني طبعا عندنا اسمها سنه 1000 شيت يعني، فاحنا عندنا تقريبا يعني ثالثه مدني في كل الاقسام بتبقى صعبه شويه. ليه؟ لان كل دكتور بيبقى ماسك الماده بتاعته عايزك تسلم كل الشيتات الممكنه، فاحنا بنفهم قوي مدني في ثالثه مدني. بعد كده رابعه مدني بنبدا نفكر في مشروع التخرج هيبقى عامل ازاي، وبعد كده مشروع التخرج وبعد كده نتخرج. طبعا يعني مدني القاهره شويه انا ببقى الموضوع جنرال شويه، يعني انا ببقى دارس كل المجالات مع بعض، وبعد كده في الاخر خالص بتخصص بمشروع التخرج. وطبعا دوت مش لازم اشتغل مشروع التخرج، ولكن بتبقى دخلت في سوق العمل شويه مشروع التخرج. طيب ايه المجالات المختلفه في مدني عموما؟ المجالات المختلفه، طيب احنا عندنا مدني مقسمه لثلاث اقسام. في قسم الهندسه الانشائيه ودوت اللي هو انشاءات بتاعت المباني، اذا كانت ستيل او خرسانه او اداره مشروعات. عندنا القسم الثاني هو قسم اشغال عامه، ودوت اي حاجه ليها علاقه بالدوله، اذا كانت طرق، اذا كانت مساحه، اذا كانت شبكات اللي هي صحيه وهكذا. والقسم الثالث هو قسم ري وهيدروليكا، ودوت بينقسم لمرافق وعندي مواني وعندي هيدرولوجي، طبعا كل حاجه ليها علاقه بالميه. فاحنا عندنا ثلاث اقسام بمجالات مختلفه فيها بفرص شغل كتير شويه في الحته دي. طيب لو دخلنا في فرص الشغل، هل بتكون موجوده متوفره فعلا بكثره ولا هيكون قليل عشان عدد كبير؟ بصراحه يعني زمان شويه كان الفرص كانت كتيره والعدد اللي كان بيطلع كان مناسب للفرص الموجوده. دلوقتي الفرص كتير والعدد اكتر من الفرص، فبصراحه لا، ان انت لازم تبقى متميز في حاجه معينه علشان اخش والاقي فرصه كويسه بسالري كويس بس. طيب لو دخلنا برضو على السالري، تقريبا كفريش جرادويت السالري رينج بيكون كام تقريبا؟ يعني كفريش جرادويت مثلا لسه يعني لو مجال مثلا في مجال الانشاءات يعني بنلعب 6000 ده فريش جرادويت. طبعا هتحس ان الرقم صغير، ان انا خلاص بعد ما تعبت 5 سنين وارهقت وبتاع هاخد 6000، ولكن مع الوقت الموضوع بيزيد. وطبعا انت ما بتبصش الاول للفلوس، بتبص انا هكتسب ايه من الشركه دي. في طبعا السالري ممكن يكتر شويه يوصل ل 10000 في شركات معينه، حته ديزاين شويه. طيب بيقولوا على مدني ان هو قسم البصمجه، قسم ناس بتحفظ مش بتفهم، هل ده حقيقي ولا الموضوع مختلف شويه؟ طيب هو لو احنا قارنا مدني باتصالات او حاسبات فممكن نقول ان مدني بصمجه شويه، لان النولج اللي انت بتاخدها هي نولج بالنسبه لك قديمه شويه، وما بيحصلش تطور كل سنه زي اتصالات وحاسبات، لا بيحصل تطور كل مثلا 10 سنين ولا حاجه. فبالنسبه لنا او بالنسبه للناس يعني انه لا، مدني انت احفظ المعلومه هي وهتفضل موجوده هي. ولكن طبعا انا ببقى شايف ان انت لو عايز تتطور لا، بص على بره مصر عامل ازاي، بص بيستخدموا برامج عامله ازاي وهكذا. زي ما انت قلت مجال الشغل الفتره الجايه، هل انت شايفه في تقدم وان هيكون في مفتوح مجال الشغل معانا، ولا خلاص هيكون في ركود والدنيا مش هتشتغل؟ طيب احنا اخر 5 سنين كان مجال الانشاءات كتير شويه، كنا بنبني كتير جدا. دلوقتي الموضوع الى حد ما قل، فالناس دلوقتي بقت تاخد شغل بره مصر كتير، فكده كده هو موجود، الشغل موجود تمام، ولكن ابعد عن الزحمه. بمعنى يعني معظم الناس دلوقتي متجهه لخرسانه وستيل وبتجري على الموضوع ده، لا ابعد شويه. ممكن تشوف مجال الشبكات عامل ايه، طب الطرق عامل ايه، طب مجال الميه عامل ايه. المجالات دي كويسه جدا، الفرص فيها كويسه ومناسبه للعدد اللي بيطلع لها. بس فانا بصراحه لا، شايف ان انت شوف المجالات الثانيه عامله ازاي، ابعد عن الزحمه لو انت عايز تتميز في حاجه معينه. طيب لو دخلنا بقى في مجال الدراسه نفسه، ايه العقبات اللي واجهتك وانت بتدرس عموما؟
طيب هو بالنسبه لي انا كشوقي يعني العقبات اللي واجهتني ان انا كنت عايز اعمل كذا حاجه مع الكليه، فكنت اناني شويه. يعني انا كنت عايز اتعين، فطبعا انت بتنافس اوائل كل يومهم او كل حياتهم كلها هي عباره عن مذاكره، وكنت في نفس الوقت عايز ابقى اجتماعي شاطر شويه. طبعا اجتماعي شاطر شويه ان هو لازم اروح بقى انشطه طلابيه، لازم اروح الاتحاد، لازم اروح الحاجات اللي في الجامعه عامله ازاي، نشوف الناس الثانيه عامله ازاي، ما يبقاش موضوع في هندسه بس. فانا بصراحه العقبه اللي واجهتني ان انا ازاي اقدر اوازن ما بين كل ده، دي العقبه الوحيده اللي واجهتني. طبعا الموضوع كان صعب شويه بس يعني الحمد لله عدى. وبعدين يعني انا بقول حاجه، انت مش لازم تبقى البريمو في كل حاجه، يعني مش لازم تبقى الاول في التعيين ومش لازم تبقى الاول في العلاقات لا، خد من كل حاجه حاجه بس. طيب عرفت تعدي كل الحاجات دي ازاي؟ كدراسه غريبا اللي هو انت في صعوبات معينه في مواد معينه، عرفت تعديها ازاي؟ يعني بص، هو كده كده انا مثلا ببقى محدد انا عايز ابقى مجال ايه او انا مهتم بمجال ايه، فببدا اهتم اهتمام كلي بالمواد اللي لها علاقه بالمجال اللي انا عايزه. طبعا في مواد تانية مالهاش علاقه بالمجال اللي انا عايزه، فزي ما بيقول مش هبصمجها ولكن هعرف هي بتتسال ازاي، هعرف الامتحانات بتيجي ازاي، هسال دفعه اكبر مني وهبدا امشي دنيتي بحيث ان انا اجيب مجموع عالي وفي نفس الوقت اقدر اركز في الايه، في المجال بتاعي. تمام. ازاي بقى تطور نفسك في مدني عموما وانت على مدار ال4 سنين؟ طيب لو جينا نبداها من اعدادي، فانت مش محتاج اي حاجه من بعد اعدادي غير المايكروسوفت اوفيس، الوورد والباوربوينت والاكسل، ده لازم يبقى معاك. ما ينفعش اصلا تبقى كلمه مهندس، ما ينفعش تخش اعدادي هندسه على فكره انت مش معاك الثلاث دول، الوورد والباوربوينت والاكسل. طيب تاني حاجه ودي كنت اتمنى حد يقولها لي طبعا وانا صغير، ان اتعلم انجلش. ليه؟ بيفيدك جدا قدام في الدراسه، بيفيدك جدا في انك بتسيرش على المعلومه اللي انت عايزها، لان برضو عشان تبقى عارف حاجه، انت دخلت هندسه مش هتاخد المعلومه في بقك، لا، الموضوع هيبقى سيلف ليرنينج كتير جدا، فانت لو مش عارف انجلش مش هتعرف تدور على المعلومه بسهوله. فدي اول حاجتين في اعدادي. تبدا تخش مدني بقى، نبدا بقى ايه، نشوف انت محتاج ايه، طب المجال اللي انت عايز تمشي فيه عامل ازاي. طبعا انت في الاول مش هتبقى عارف المجال، هتبقى عارف المجال في سنه رابعه، فانت بتاخد الحاجات البيزك اللي بتبقى في ايدك على طول. انا معايا مثلا اوتوكاد، لازم معايا اوتوكاد، معايا الاكسل كده كده لازم اتطور فيه شويه حلوين. ببدا اخش على طب الخرسانه والستيل والكلام دوت بعملهم ببرامج ايه، البرامج الاناليسيس، ابدا ابص على برامج الاناليسيس زي الساب والسيف والايتابس وكل الكلام دوت. يعني بتبدا تدور كل ما بتكبر. ولكن لو الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي في الناس في اعدادي، اهتم بالمايكروسوفت اوفيس، اهتم بالانجلش جدا جدا، اهم حاجه. طيب تنصح الناس بايه اللي عايز تخش مدني؟ انصح الناس بايه اللي عايز يخش مدني؟ حاجتين، اعرف ان المجال واسع واللعيبه كتير، يعني مهندسين كتير والمجال واسع، فلازم تبقى متميز علشان يقدر او تقدر الشركات تبقى عايزاك. لان انت لما تخش سوق العمل اسمك بيتقال في كذا شركه على فكره، دي اول حاجه. فانت اعرف ان المجال واسع واللعيبه كتير، فابقى متميز فيه. او متميز ازاي؟ دي مع السنين هتعرف واحده واحده. طيب تاني حاجه، لازم تبقى اجتماعي شاطر او تبقى حرك، تبقى عارف تروح وبتنزل وتتعامل مع الصناعيه وبتتعامل مع المهندسين وتتعامل مع السي اوز، تتعامل مع مختلف انواع البشر من الاخر. ليه؟ لان مجال مدني هو مجال مفتوح جدا، كل الناس شغاله فيه، بدايه من العامل للصنايعي للمهندس ليه، فلازم ابقى عارف اتعامل مع كل ده ازاي. يعني دول اهم بصراحه نصيحتين لازم تبقى عارفهم. مجال مدني اعرف مجال واسع، تاني حاجه اعرف تتعامل مع الناس ازاي. بالنسبه بقى لحته الكارير شيفت، تمام، ناس كتير قوي بتقول ان مدني فيها كارير شيفت كتير، ان هو حتى عشان جوه المجال نفسه المجال واسع، من مجال لمجال بيتنقلوا، وممكن بره مدني خالص. طيب لو جينا اول جزء اللي هو من مجال لمجال، سهله جدا. لو انت في هندسه القاهره سهله جدا، لان انت بتدرس كل حاجه، فاقدر على طول استرجع المعلومات اللي انا خدتها واعمل ايه، كارير شيفت في نفس المدني. انا في مدني بس مجال مختلف، مجال ميه بدل مجال الانشاءات، مجال شبكات بدل، وهكذا. دي سهله. طيب فكره بقى كارير شيفت لمجال تاني خالص بره مدني، مش انا قلت لك في الاول ان مدني انا معايا الوقت اللي اقدر اركز فيه في حاجه ثانيه، انت تعرف تعمل كده. طيب انت عايز تعمل كارير شيفت من دلوقتي، اظن الناس مش هتفكر كده. انت داخل مدني فانت عارف انك هتشتغل في مدني خلاص، انما انت داخل مدني عشان تعمل كارير شيفت في حاجه ثانيه بره مدني، مش مقنعه بصراحه. او قصدي ان هو لو حد دخل مدني وهو مش عايز القسم نفسه، هل في فرصه ان هو يعمل كارير شيفت وهو جوه الكليه بيدرس او بره الكليه بعد ما يخلص؟ يعني محتاجه تفكير شويه، طب انا مجال بره هندسه ولا بره مدني؟ لو بره مدني بس عايز عماره مثلا، فشوف فرصه ان انت تقدر تخش عماره، مش لازم تبقى في هندسه القاهره، فرصه ثانيه ان انت تخش قسم عماره، خش حاجه اللي انت بتحبها، خش حاجه اللي انت هتشتغل فيها، دي اول حاجه. طيب لا انا مش عايز بقى مدني وعايز بره هندسه خالص، طب من الاول خالص بقى، من الاول خالص خش في حاجه بره هندسه خالص. انما انت عايز الشهاده بس، فبصراحه دلوقتي الموضوع ما بقاش ماشي كده. طيب وانا في سنين الدراسه، ايه اهم المواد اللي انا اركز عليها؟ طيب اهم مواد انت تركز عليها هي المواد اللي ليها علاقه بالكور بتاع التكنيكاليتي بتاع مدني، زي ايه؟ زي الاستراكشر، زي الخرسانه، زي المساحه، زي المواد اللي ليها علاقه بالفلويد وهيدروليكس وليها علاقه بالميه. دي هو ده مدني خلاص كده. في مواد ثانيه بتبدا تاخدها بتبقى عارف ان انت بس عايز تمشي دنيتك فيها مش اكتر، فابدا اهتم بالمواد دي قدر الامكان.
طيب انت امتى بتعرف مجالك ايه، او انت تحدد مجالك امتى في قسم مدني؟ طيب احنا زي ما قلت لك عندنا في هندسه القاهره انت بتدرس كل حاجه، فانت في الاول بتبقى عارف معلومات صغيره عن مجالات كتير جدا. بعد كده بتخش سنه ثانيه بتبدا تعمل ليميتيشن لشويه مواد، لا انا مش حابب استراكشر، مش حابب خرسانه، فانا بعيد عن قسم انشاءات، بس انا حابب ماده راي او فلويد هيدروليك، فانا قريب شويه للشبكات. فبتبدا تعمل ليميتيشن، وبعد كده بتيجي في سنه رابعه بقى تقول انا مشروع التخرج بتاعي كذا، فانا هشتغل في كذا. بتضايق قوي من الناس اللي هو بتختار مشروع التخرج بناء على السهوله، انا عشان مشروع التخرج سهل فانا هخشه، اذا كان مشروع كذا او كذا فانا هخش مشروع التخرج السهل. بصراحه مش مقتنع بيها، لان مشروع التخرج انت بتبذل مجهود كبير جدا، فاستغل المجهود ده ان انت تتعلم حاجه تشتغل بيها، حرام يعني. طيب مجالات الشغل بقى المختلفه اللي قسم مدني بتشتغل فيها عباره عن ايه؟ انا عندي دلوقتي 3 اقسام زي ما قلنا، قسم انشاءات وقسم اشغال عامه وقسم ري وهيدروليك. في ال3 اقسام دول انا عندي 3 شغلانات ويمكن اكتر، بس اهمهم هو التنفيذ. الشخص اللي بيبدا ينزل موقع وبينفذ اللوح اللي موجوده عنده دوت اول شغلانه في المهندس مدني. طيب تاني شغلانه هو شغلانه التصميم، باخد البلان المعماري او باخد الديزاين المعماري ابدا احوله لديزاين انشائي عشان يبدا يتنفذ. الشغلانه الثالثه وهي حاجه اسمها المكتب الفني، بعمل حصر للكميات، بعمل شوب دروينج للوح بتاعتي، بشتغل كمان حاجه اسمها الكواليتي كنترول، ان انت تبدا تدرس الديزاين الانشائي وتبدا تحوله لديزاين العمال يفهموه عشان ينفذوه. فدول ال3 شغلانات اللي عندي، تنفيذ، تصميم، مكتب فني، دول اهم شغلانات. طبعا في بروجكت مانجمنت طبعا وفي شويه حاجات ثانيه. طيب في المجالات دي هل في مجالات مناسبه للولاد والبنات، ان مثلا البنت تشتغل في المجال ده بلاش في المجال ده، ولا الموضوع عادي؟ هو لو جينا نمشيها كتنفيذ الاول فطبعا يعني الولاد ليه؟ عشان التنفيذ يعني سهره، يعني سهره جنب الصبه، ممكن تطبق يوم في الموقع، فدوت طبعا ممكن ما يبقاش مناسب شويه للبنات. ولكن في مجال التصميم ومجال المكتب الفني البنات مبدعين في النقطه دي، البنات بيركزوا في التفاصيل اكتر من الولاد، فالشركات ممكن تحتاج البنات في النقطه دي. لا ممكن في سوق التصميم والمكتب الفني الشركات اصلا تطلب بنات، ليه؟ لانهم عارفين ان هم شغلهم كويس جدا، مظبطين كل حاجه صح، مش بيعملوا حاجه كده بالحب يعني، فبيحبوا شغلانه البنات في الجزء ده. في مجال الشغل هل في فرصه ان الناس تشتغل بره مصر؟ طيب لو جينا نتكلم في مجال مدني ففي فرصه ان انت تشتغل بره مصر، ولكن جوه الشركه برضه. يعني لو انا هاخد مشاريع من بره مصر بس جوه الشركه، لا لو انت بقى سؤالك انا اسافر بره، فابدا اشوف اصلا الخليج ايه هي الاشتراطات عشان ياخد مهندس مدني يشتغل بره. يعني مثلا سمعت ان اخر الاشتراط مثلا لازم تبقى شغال 5 سنين في الايه في الدوله، فانت لازم تبقى شغال 5 سنين في الدوله كده تطلع بره. طبعا السوق واسع دلوقتي، والسعوديه بالذات دلوقتي بالمشروع الجديد بتاعها دوت لا محتاجه مهندسين مدني، واخده تقريبا كل المقاولين اللي موجودين في مصر شغالين هناك. بالنسبه لهم المقاولين الكبار اللي في مصر هم مقاولين باطن هناك، يعني مشروع كبير جدا، فلا في فرصه، ولكن لازم تشوف الاشتراطات ايه. طب نرجع برضو لنقطه المواد. لو انا طالب في اعدادي هل طبيعه المواد بتكون عامله ازاي في اولى مدني وثانيه مدني؟ طيب في اولى مدني انت بتاخد مواد زي الماس، زي الفيزيكس، زي الرسم المدني، بتاخد برضو ستراكشر از بيزك نوليدج، يعني بتاخد ماده مثلا من مدني وشويه مواد ثانيه مختلفه. بعد كده في سنه ثانيه بتبدا بقى ستراكشر شويه ادفانسد شويه، وبتبدا تخش في خرسانه، بتبدا تخش في ماتيريال، بتبدا تخش في مساحه، بتبدا تخش في مواد ليها علاقه بالقسم شويه. طب هل فعلا زي ما بيقولوا الرسم بتاع مدني صعب سهل على حسب انا واحد بيحب الرسم او لا؟ طيب هو في ناس تسالني بصراحه السؤال دوت، يا باشمهندس انا بحب الرسم اخش مدني ولا لا؟ مش شايفها الحاجه اللي انت توقف عليها تدخلك مدني ولا لا. ليه؟ لان احنا بنحتاج الرسم في اول سنه بس، اللي هو الرسم على اللوحه الكبيره اللي هي A1 او A نود في اولى مدني بس. ولكن اول ما تخش ثانيه مدني انت كل الرسم اللي انت بترسمه هو على لوحه A3 صغيره بترسم سكتشات، فاي حد ممكن يرسمها. فلا لو انت ما بتحبش الرسم عادي خش مدني مفيش اي مشكله. طيب لو دخلنا برضه في الماث، الماث صعب سهل برضه؟ هي اول سنه بس هتاخد فيها ماث، اول سنه اول ترمين في اولى مدني، بعد كده مش هتاخد ماث تاني. بس طبعا لازم يبقى عندك يعني ايه تفاضل، يعني ايه تكامل، يعني ايه بيزك نوليدج عشان تخش بعد كده في المعادلات اللي ليها علاقه بالخرسانه، الاستراكشر عامل ازاي، الحاجات دي. فهو الماث مهم مهم، بس بقى مش هنتعمق ونخش ديبلي في الموضوع، مش زي حاسبات وزي اتصالات في النقطه دي يعني. طيب هل المواد اللي بتدرسها في الكليه والكورسات بتاعت الكليه نفسها هي كافيه ان انت تشتغل بيه؟ يعني اللي انت بتدرسه في الكليه هو اللي انت هتشتغل بيه بالظبط؟ بص خلينا مقتنعين اللي انت بتدرسه في الكليه هو اللي هيطلعك مهندس مدني. طيب مهندس مدني شاطر دي بتاعتك انت، فانت بتاخده في الكليه هو البيزك نوليدج اللي هتخليك مهندس مدني تقدر تخش الشركه وتتعلم جوه الشركه، تمام. ولكن مثلا الناس تقول مثلا انا عايز اخش مدني بس المواد مثلا مش مهم بالنسبه لي، لا البيزك نوليدج اللي بتاخدها في الكليه دي اهم حاجه، لازم بعد كده تطور عليها. هتطور عليها، هتشوف سوق العام ماشي ازاي، هتشوف سوق العام ماشي ازاي، وتبدا تبيلد نفسك واحده واحده. ولكن هل المواد ليها علاقه بالشغل؟ طبعا طبعا طبعا. ايوه فعلا، هو الدراسه مش بتكون مختلفه خالص عن الشغل. يعني انت على طول لما تيجي تخش مجال الشغل تقول ايوه ده انا اخدت في الكليه، ده انا عارفه، ده انا عملته قبل كده. حتى يعني الناس اللي بتقول ان الدراسه غير الشغل، لا دي مقوله غلط خالص. بالظبط اللي انت هتشتغل بيه هتكون درسته بس باسلوب مختلف بقى هيتطبق عملي على الشغل. يعني انا لحد دلوقتي والله كان في حاطط درايف على الدرايف بتاعي كله ملخصات ليها علاقه بالمواد، برجع لها لحد دلوقتي جوه الشغل، وانا جوه الشغل وبشتغل على اللابتوب
ولا حاجه، بترجع للملخصات دي لان هي دي المعلومات. يعني انت بتقول ان الاحسن ان الطالب يخزن المعلومات دي طبعاً. على درايف ويعرف طبعاً. يرجع لها تاني ويكون بطريقه منظمه عشان هيحتاجها بعدين. اكيد يعني اسال اي مهندس موجود هيقول لك ان المعلومات بتاعت الكليه موجوده عندي على درايف وبرجع لها في سوق العمل، بالذات في الاول. بعد كده خلاص انت بتبقى شارب الموضوع خلاص يعني. بس طيب امتى المهندس المدني يكون ليه مكانته في الموقع؟ امتى يكون اللي هو خلاص انا عندي خبره كفايه ان انا اعرف اي حاجه، اعرف كل حاجه؟ طيب انا بشوف بصراحه ان اي حاجه عايز تبقى جامد فيها اتمرمط فيها الاول. يعني انت عايز تبقى جامد في الموقع لازم تتمرمط في الموقع، لازم تنزل مع العمال، لازم تقف على الصبه، لازم تعرف ايه المشاكل اللي بتحصل. اي مشكله في الموقع هو ده بقى الصلب بتاع الموضوع. يعني لو انت مهندس تنفيذ مثلا لسه داخل الموقع بتاعك، اي مشكله هو ده اللي هتلم فيها كميه معلومات رهيبه. اذا كان من مهندس التنفيذ او مهندس الاستشاري او بتاع الكيو سي واقف، بتبدا كل واحد يتكلم وانت ابدا على طول سجل وراه. يعني بصراحه اهم حاجه تعملها اتمرمط على قد ما تقدر. ليه؟ لان انت لما يحصل معاك حاجه بعد كده هتقول اصلا حصل معايا الحاجه الفلانيه اتحلت بالطريقه الفلانيه. ان هو يجرب لازم يتعلم. ولازم ينزل تدريبات. يعني مثلا بعد سنه اولى ممكن تنزل تدريبات، سنه ثانيه خش تدريبات اكتر شويه وهكذا. انا فاكر ان الدكتور كان بيقول ان هو لازم وانت في الكليه تسعى انك عايز تتعلم. بالظبط. حته ان انت علشان بعد ما تخلص كليه تروح تدور مش هتلاقي حد يعلمك. بالظبط. انا قلت لك ان اسال زي ما انت عايز. سيلف ليرنينج اهم حاجه. ازاي اعرف اسال، ازاي ادور على المعلومه، حفرك على المعلومه، ما عندك دكاتره وعندك معيدين وعندك ناس في سوق العمل، كل دوت فرص ليك مش هتلاقيها تاني قدام، وانت اصلا في وقت تقدر تسال فيه ومحدش يقدر يكلمك، اصل انت لسه طالب. طب هل في قسم المدني بقى افيلبل دكاتره معيدين يكونوا معاك تسالهم يجاوبوك على طول؟ هل في الحته العلاقه بين الدكاتره والمعيدين؟ بص ممكن عندنا في قسم مدني لا شويه، بس لو انت عايز حاجه هتعملها. يعني لو هم مش افيلبل خليهم افيلبل، روح المكتب واسال. طب انا مش فاضي، الدكتور مش فاضي، طب اجل حضرتك امتى؟ زن على المعلومه لحد ما توصل لها بس، وابني شبكه علاقاتك من الدكاتره والمعيدين. اصل الناس دول في سوق العمل، والدكاتره دول عندهم مكاتب ديزاين، فهم اللي ممكن يشغلوك، هم اللي ممكن يخلوك تتدرب معاهم. فبصراحه اهم حاجه العلاقات مهمه عموما جدا جدا. العلاقات بتترجم لفلوس وبتترجم لخبره كبيره جدا. عندي علاقات معينه فانا عندي خبره معينه اقدر اطلع منها فلوس معينه. وبصراحه فلوس العلاقات ديت وفلوس الشغل الفريلانسنج اللي هو بره الشركه بيبقى اكتر من شغل الشركه ذات نفسه كفلوس. يعني انا انبسطت جدا جدا والله، وانا ودايما شو بستفاد منك يعني انت. اشكرك. فربنا يخليك. اشكرك جدا. ماشي.